السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم. اسمي علاء محمد، ويلا نبدا حلقتنا النهارده. النادي الاهلي بيحقق فوز مهم على نادي طلائع الجيش بهدفين احرزهما جراديشار من تصويبه رائعه ومروان عطيه من ضربه جزاء. وخليني ابدا بالتشكيل، وعايز اقول ان التشكيل ده بالنسبه لي افضل تشكيل من بدايه الموسم كولر عمله. كل واحد بيلعب في مركزه واختار افضل حد لكل مركز، زي مثلا كريم الدبيس اللي عمالين بقالنا فتره كبيره قوي بالنادي كولر انه يلعب اساسي، عدا طبعا مركز جراديشار الجديد وهو مركز 10. جراديشار النهارده ما قدمش احسن حاجه بالنسبه للمستوى اللي احنا متعودين عليه، وده طبعا بسبب ان ده مركز جديد عليه. هو اصلا مركزه الاساسي مهاجم، وان كنت اتمنى ان جراديشار ينجح في المركز ده علشان نستفيد منه مع وسام ويشكلوا دويتو كده هيعمل رعب لاي فريق بنلعبه. ولكن ممكن كولر يلعب بجراديشار مهاجم تاني تحت وسام ويكون متأخر زي كده ثنائيه متعب وفلافيو. وخلينا نروح لامام عاشور اللي يوم عن يوم بيعمل اداء ولا اروع. النهارده امام عاشور عمل اداء قوي قوي، ولكن مشكلته بالنسبه لي هي انهاء الهجمه. النهارده امام عاشور كان مستعجل جدا وضيع اهداف بالجمله، فنتمنى ان امام عاشور كده يهدى شويه قدام المرمى ويركز، لان الاهداف دي اكيد طبعا هتاثر عليه وعلى النادي الاهلي. وخلينا نروح بقى لمحمد عبد الله. محمد عبد الله ما شاء الله عليه لاعب واعد جدا، لاعب عنده هدوء وعنده نظره في الملعب، ولكن محتاجين ان احنا نشتغل عليه شويه ونطور من ادائه بشكل احسن من كده، وساعتها هنكسب لاعب مهم جدا للفريق. واخيرا نروح لاحسن لاعب في المباراه، بن شرقي. بن شرقي ده حرفيا كان القطعه الناقصه للنادي الاهلي في مركز الوينج الشمال. بن شرقي سريع ولاعب مهاري، وكمان بيسجل اهداف ومن نص فرصه، وده حرفيا اللي النادي الاهلي كان محتاجه. ولسه كمان لما يجي تريزيجيه ساعتها باذن الله هيكون عندك افضل 2 وينجات في افريقيا. اخيرا فوز مهم للنادي الاهلي علشان يوصل للنقطه 39 في المركز الثاني خلف بيراميدز صاحب المركز الاول واللي عنده 42 نقطه. صلى على حبيبك النبي، وما تنساش تدعو لاخواننا في فلسطين، والسلام عليكم ورحمه الله.